للاسف باش نحكي على جريمه قتل من ابشع جرائم القتل اللي صارت. جريمه القتل هذه ما صارتش في فندق ولا في جلسه خمريه ولا في شارع ولا في قاعده ولا في حانه. جريمه القتل هذه صارت داخل معهد، داخل معهد وين التلميذ يمشي باش يقرا، وين انت باعث ولدك ولا بنتك باش يمشي يقرا ويحس بالامان، يلقى روحه مدغور بسكينه مقتول من صاحبه تلميذ اخر. علاش الشيء هذا؟ يعني داخل المعهد. شوفوا وين وصلنا، شوفوا وين وصلت البشاعه نتاع تلميذ صغير يقتل تلميذ عمره 17 سنه. ان شاء الله ربي يصبر اهله، ان شاء الله ربي يقبله برحمته الواسعه وربي يرحمه وربي يصبر ميمته ابوه. لكن وين ماشيين؟ شوفوا وين وصلنا بالعنف، شوفوا وين وصلنا بالفساد نتاع الشباب نتاعنا. هكا علاش نقولوا تلاهوا بولادكم. شكون السبب؟ شكون السبب ورا الشيء هذا؟ داخل المعهد يصير القتل، وين التلميذ يحس بالامان، وين التلميذ ماشي باش يقرا، وين التلميذ ماشي باش يتعلم، وين التلميذ ماشي باش يتكون، يلقى روحه مدغور في وسط الدم داخل المعهد يدغر صاحب السكينه. شنو اللي خلى صاحبه باش يدغر صاحبه الاخر بسكينه؟ شنو الغل هذا؟ شنو الكراهيه هذه؟ شنو العنف هذا؟ علاش؟ تلاهوا بولادكم الله يبارك لكم. راهو قبل ما تلوم حتى انسان وقبل ما تلوم تقول وين فلان وين فلان انت تلاها بولدك. انت يا اب وام شوف ولدك في شكون يكلم، مع شكون يمشي، مع شكون يتكلم، فاش قاعد يعمل، مع شكون قاعد يخرج، شو قاعد يهز معاه. تبعوا ولادكم وراقبوهم ونهيوهم ودلوهم للطريق المستقيم الصغرى. دلوا للطريق المستقيم للرب باش يتقرب لربي. كل ما يتقرب لربي راه باش يبعد على حرام. كل ما يتقرب لربي وتدلوا كيفاش يصلي وكيفاش يقرا القران تو يبعد على اي حاجه فيها الحاجات المشباهيه. ربي ولادكم وعزتوا على ولادكم مع شكون قاعد يحكي وفين يخرج. هاك تشوف ولد يدغر تلميذ اخر، ما ندخلش في التفاصيل شكون الظالم شكون المظلوم، لكن داخل المعهد رانا بالحق وصلنا لمرحله خطيره برشا انه التلميذ يتقتل داخل المعهد، مش الخارج برا في الشارع ولا في قاعده ولا داخل المعهد. شكون المسؤول وعلاش وكيفاش؟ باش نبقاو نسالوا ونحطوا دي كومنتير ومن بعد ديما نبقى نقول المسؤوليه الاولى والاخيره راهو للاب والام. كل ما توعي ولدك وكل ما تنصح ولدك وكل ما تحس على ولدك وكل ما تنهي ولدك وكل ما تحتوي ولدك راك باش تلقى ولد صالح، راك باش تكون ولد صالح نهار اخر يشرفك ويعرفك افضل من ترميه المشاكل بالطريقه هذه. انت هو المسؤول، الاب والام. يا نعم الاب والام هم المسؤولين على ولدك وبنتك. ولدك لازمك تراقبه، مش تجيب صغير وتمشي تخدم ما بتكش فيه مع شكون يخرج مع شكون يدخل وقتاش يروح وفين يصر وشكون يكلم. تبعوا ولادكم كيما قلت لك من الصغر، تقرب له وانصحه ونهيه ووعيه وتقرب له حتى كان يغلط وعيه افضل من انك تبقى تخزر وماكش لاهي بيه. هاي النتيجه وين توصل. شنو خلى التلميذ يدغر صاحبه تلميذ بسكينه؟ كيفاش تلميذ ينجم يهز سكينه ويدغر شكون للقتل ويوصلوا للقتل؟ والله العظيم شيء اسف داخل مؤسسات تربويه يصير هذا الشيء. راهو